ولكن هنا بنشوف دان سميث وهو بياخد البيوندر اللي مسكوه ويقوم مفعل عليه تقنية اسمها الكابوس، يخليه يخش في عالم كده يحاول يجيب منه معلومات، ولكنه بيقوم مغمى عليه. ولكنه بعد ما يغمى عليه ليوناردو يقوم شايف ان على قفاه مكتوب النظام السري. قال يبقى المذكره بتاعت عائله انتيجونوس المفروض ان هي دخلت السوق عن طريقه. ده يفسر لنا بقى ليه كان بيتابع كلين طول الفتره دي. قال طب كده مش هيتخلوا عن الموضوع بالسهوله دي، اكيد هيبعتوا ناس كمان، المفروض نشوف حل بسرعه ونلاقي المذكره قبل ما نلاقي ان النظام السري يجيبها. قام واحد دخل عليهم: يا كابتن، كلين بيقول ان هو لقى دليل بخصوص المذكره. هنا راحوا مع كلين ودخلوا المكان كده، في ناس ميته والراجل طالع الدود منه، وقالوا له ما تقلقش الدنيا هتبقى تمام. هنا دخلوا المكان قالوا ايه ده المكان اللي اتسلم فيه المذكره. طبيعي ان حصل هنا فيه جنان، بس باين ان المذكره كانت موجوده هنا بس غريبه. واحد بينظر بيخطف طفل، ده واحد مجنون بقى، ممكن تكون صدفه. طيب وبعد ما كملوا تدوير في كل حته قالوا خلاص المذكره دي اختفت من المنطقه دي، مش موجوده فعلا من المبنى ده. ولكن ابن الراجل اللي ميت ده كمان هو كمان اختفى. ليوناردو قال جميل، ده الهدف اللي بندور عليه، يلا يا كلين الدور عليك. قام واخدين صورته وابتدى ان هو يشغل قدره العراف بتاعته ويحاول يجيب قدره الشخص التاني ويوصل له. ولكن فجاه لقينا ان العصايه بتاعته فضلت تلف وكانت هتخبطه. قام داني سميث قال له استنى، باين ان في قوه جباره بتمنع الشغل بتاعك، تعال نقف النهارده، انا هبلغ الفرسان بتوع الهيكل وهم هيجوا يساعدونا، في طرق تانية ممكن تساعدنا اكتر من كده. ولكن هم ماشيين داني سميث قام مديله سلسله كده، قال له بص البندول المفروض ان هو هيساعد قدراتك ان هي تشتغل بشكل احسن، ودلوقتي المفروض ان هم كمان هيبعتوا لنا قطعه مختومه تساعدك في الشغل بتاعك. القطعه اثريه مختومه؟ قال دي حاجات كده المفروض ان هي للبيوندرز، بعضها رهيب وبعضها بيدمر، علشان كده المفروض ان هم يجي معاهم ناس من الحمايه علشان هم بيشتغلوا، فاحنا جايبين واحده من الدرجه الثانيه ودي اللي معناها خطير. هنا في ناس كذا واحد دخلوا عليهم، اول ما دخلوا قام قال لهم بصوا ده كلين موريتي، المفروض ان هو حاسس احساس غريب قوي ناحيه المذكره، وهو عراف من التسلسل 9 والاثنين دول من التسلسل 7 ومن 8 دالي، انت عارفها طبعا. قال طيب مهمتنا خطيره، وخصوصا ان احنا واخدين عراف ما بيقدرش يقاتل خالص، انتوا عارفين المكان فما اظنش ده ممكن يكون تصرف حكيم. قال له استنى، انت جايب القطعه الاثريه رقم 2049؟ انت متاكد؟ اول ما دخلوا على المكتب قال لهم بصوا انا عارف ان الموضوع ممكن يكون خطر ومتعلق بالمذكره، ولكن انتوا عارفين مخاطر استخدام الاداه ديت عباره عن ايه؟ قال له احنا عارفين واحنا عملناها خطوره قصوى، ولكن لو الاستنتاج صح والراجل اللي اتخطف من العيله انتيجينوس، فالشيء الوحيد اللي ممكن يدور عليه بسرعه هو من صنع العيله بتاعتهم برضه، ومسؤوليتي بس هي تشغيل الموضوع ده والاداه ديت. فيلا بينا جدعان كلكم اعملوا زي ما هعمل بالظبط. وقعد يحرك ايده كده بشكل غريب، كله قعد يقلده في هنا. كلين قال في ايه؟ انا محرج قوي من اللي بيحصل هو الاداه دي بتموت من الاحراج طيب ولا ايه؟ قام قعد يعمل زيهم. الله، هو ابتدى حيه فجاه طلعت دخان وطلع منها عروسه لعبه كده. قال ايه ده ظريف خالص، ده خطير ازاي ده؟ لكن اول ما بص لكلين فجاه كلين حس ان هو ايه ده، انا بتحول لدميه في ايه؟ انا بتربط، ايه ده اللي بيحصل؟ ولكن على طول قام مخبوط خبطه كده رجع لسليم تاني. قال ايه ده كان ايه بالظبط؟ قام جاري منها على طول. قال له ايه ده، باين البتاعه دي اعجبت بيك. عموما هي بتاثر على اقرب شخص ليها وبرضه بتتفاعل مع العائله بتاعتك يعني، فاطمن. هو باين عليه ان هو حي، ولكن يعتبر برضه هو شيطان مجرم. هنا وهو بيتكلم لا ان داني سميث هو كمان بدا يتحول عروسه لعبه. قام الناس قايلين له بالظبط دي المشكله بتاعته، ان هو بيستهدف شخص عشوائي دايما في نطاق 5 متر منه، ولكن الحلو بيها ان لو خبطته خبطه هيرجع تاني لوضعه السليم. طب لو اتحكم في الكل؟ قال لا الموضوع ده مش ممكن، ما شفناهوش قبل كده. هنا قعد يجي منه كل شويه، ولكن قاموا حاطينه تاني في مكانه. قال له خلاص يا جدعان يلا نبدا التتبع. من هنا هم ماشيين بالشكل الغريب قاموا راكبين وكملوا في طريقهم علشان يوصلوا للمكان اللي هم عايزينه. ولكن على الناحيه التانيه في مستودع كده بنشوف ان في حد بيعمل تعويذه ومعاه المذكره بتاعت انتيجينوس، والشخص بيقوم متحول لوحش ضخم كده مره واحده. هنا بيقوم ظاهر المهرج يقول ياه اتاخرنا خطوه، ولكن باين ان في امتصاص للمذكره اتعمل. ايه ده باين كمان ان في ضيوف جاي لنا. حلو، الهديه وصلت، دلوقتي ممكن نعمل شويه سحر ونساعد. هنا هم خلاص داخلين على المستودع، اول ما بينزلوا قالوا بيبر هنا. طب هي الدميه دي فعلا وصلتنا صح ولا هم بيلعبونا ولا ايه؟ كلين عرف لنا كده الدنيا هنا ايه. اول ما استخدم السلسله دي قال في خطر في المستودع، في خطر في المستودع، ده في خطر جديد في المستودع جدا. فجأة بدأ يطلع قوة سحرية حمراء كده خلت الأحصنة حتى تهرب منهم من الرعب، والقوة دي بدأت تملى المكان. هنا بدأ يظهر المهرج ده من وسطها، والوحش الضخم ده بدأ يطلع لهم. هنا
حاول ان هو ياخد منهم الشنطه اللي فيها الاداه ديت، ولكن كلهم قعدوا يهجموا مره واحده، وكلهم شغلوا تعاويذهم مع بعض علشان ان هم يخلصوا عليه في ضربه واحده. ولكن مع كل التعاويذ ديت الوحش ما ماتش، قدر ان هو يقاوم كل ده. سميث قام قايل ايه ده؟ التعويذه مش شغاله؟ ده مش بيندر عادي بيفقد السيطره، دي روح ميته. فقعد يكمل الهيجان بتاعه دوت، قعدوا كلهم يحاولوا يهجموا عليه، قام قعد يضرب فيه على طول. داني سميث قال له: يا دالي بسرعه شوف لي نقطه الضعف ده عباره عن ايه؟ ده كمان شكله اكتر من روح ميته يا عم، دي روح ميته تحت سيطره المذكره يا دالي. قام ادالي شغاله قوتها، قال 3 ثواني على الاقل، تشغلوها 3 ثواني وثبتوها لي، اربطوها لي دلوقتي. هنا قام مشغل تعويذه جديده قعدت تربط فيه من كل اتجاه لحد ما ثبتته خالص. ولكن هنا قال كويس، قدر يمسكها. ولكن فجأة كلين لاحظ ان المذكرة جواه عملت حاجة، وقام داني سميث مخبوط على طول هو وليوناردو بعدوا بعيد. هنا هو بيبص كان هيتهجم على الاثنين التانيين، ولكن هم كمان قعدوا يحموا بسرعة على الشنطة. ولكن هنا وقت ما الكل انضرب، سميث قام مكمل التعويذة بتاعته عشان يكمل التثبيت. وهنا قام كلين حس بحاجة كده، قام مكمل تعويذته هو كمان، وقام باك حاجه قدرت ان هي تثبته خالص. هنا دالي قامت على طول مكمله، قامت الضربه بتاعتها، ولكن كمان عملت انفجار دمرها هي كمان، وقامت مصابه ونايمه في الارض. هنا قدروا ان هم يخلصوا على الوحش ده ويحاولوا ان هم يشفوا دالي. لكن فجاه كلين حس بحاجه كمان، حس ان في حد بيقرب. قعد يبص، قام باعد كده، قام لاقي المذكره اللي مكتوب عليها هورنيسيوس فالجيريا. هنا فجأة على طول قام ظاهر عليه مهرج، حاول ان هو يضربه، قام ضاربينه، طلع ان هو صورة. ايه ده وهم. قام ظاهر مهرج كمان صورة. الله الله الله، في ايه؟ قعدوا يشغلوا التعويذة عليه، ولكن هو قعد يهرب من كل الضربات اللي بيضربوها. اول ما كلين شاف قال: ايه ده؟ المهرج بتاع السر، انا شفته قبل كده. الله الله، ايه كل الوهم دوت؟ ده اكيد من 7 او اعلى. قعد يهجموا عليه وهم في نفس الوقت بيحاولوا يحموا الاداه، ولكن هو بيتفادى كل الضربات. هنا كلين قال: ايه ده؟ مش معقول ان هو بيتفادى كل الضربات ديت، هو ازاي عنده طريقه ان هو يعرف الضربه قبل ما تحصل؟ قال: ولكن ثانيه، لو انا عملت كده قام ضرب طلقه قامت اصابته. قام هنا ليوناردو قام داخل عليه كل اللي عنده وسط ما هو مصاب، قام هو مشغل حاجه كده بعدته بعيد، قعد يصد كل الضربات تاني حتى وهو مصاب، وقام شافي نفسه. فكلهم قعدوا يكسبوا الوقت علشان كلين هو اللي ياخد الفرصه ان هو اللي يقدر يضربه لغايه هو اللي عارف. قام ضربه مره كمان، لكن طلعت دي صوره ورقيه هو كونها. ثانيه، معقول؟ اما على طول هو مقرب من الاداه وقام شغلها. هنا الاداه قامت مثبته الكل لما المهرج هو اللي شغلها بوجود المذكره في مكان قريب. حتى كلين نفسه بقى ثابت. قال: ايه ده؟ ايه ده؟ المفروض انقذ نفسي الاول. طب اعمل ايه؟ لازم استخدم قوه تانية، قوه خارجيه. العالم الضبابي اللي هو بتاع الحلاقين ده. قعد يشغل التعويذه عشان يوديه هناك، وشغل تميمه الحظ. هنا قام راح للعالم الظلامي دوت. قال: كويس، نجح الموضوع، ولكن لو طولت هنا ممكن الدنيا كلها تبوظ هناك. ولكن مش المفروض بتاعتك كان يستخدم 2 برضه؟ ايه اللي خلاه يستخدم ده كله؟ هل عشان المذكره موجوده في المنطقه ديت؟ طب بسرعه، اكيد هو استخدم الهجمات الخارجيه ديت عشان يقدر ان هو يعمل كده. اعمل ايه هنا؟ ازاي استغل الوضع؟ اشتغل قوه العرافه. هل انا لو رجعت بقيت كويس ولا بقيت لا؟ هل بقيت كويس؟ امان. قام راجع تاني لقى ان المهرج بالقوه بتاعته متحكمه في الكل. قال: انا قادر اتحرك. هنا المهرج قال له: عايز تنقذ اصحابك؟ بالمناسبه انت عجبتني من اول مره شفتك فيها، ما تيجي ان احنا نعمل اتفاق، انا هبعد عنك سيطره الدميه دي، ولكن عايزك تدينا مذكره. قال: ايه ده؟ لو ده تسلسل رقم كام ده؟ قال له: بالمناسبه علشان ابين لك صدقي، انا هبين لك ان في رموز ممكن تساعد في الصفقه دي، وبما اني عراف قبل كده انا هديك اجابه كويسه، هعرفك ايه التسلسل اللي عليه الدور بالنسبه للعراف. فهتقول: ايه ده مزيف، ده حقيقي؟ قال له: لما اعرفك التسلسل الجاي هبين لك حسن نيتي. الثاني قال: الله، في عراف سابق بيساعدني بالشكل ده. قال له: ما تقلقش، يبقى انا منيمه، فاللي هيحصل ما بيننا كاتفاق هو السر بيني وبينك. ولكن هنا بنشوف ان ليوناردو كان فايق وسامع كل ده. قال له: كويس، دلوقتي خد قرار، وقتهم بدأ يخلص، ثق فيا. ولكن هنا كلين قعد يفكر كده. قال له: اسمع كويس، التسلسل ال8 بالنسبه للعراف هو، وقام قايل حاجه ما سمعناش هي ايه. هنا قال له: يلا الاتفاق بتاعنا دلوقتي هيبتدي. وهو بياخد منه المذكره قام على طول مسك العصايه بتاعته وقام شده. هنا استغل الفرصه ان هو قرب منه، قعد يضرب عليه في كل اتجاه لحد ما حركه في اتجاه معين. هنا بدأ يلاحظ ان هو كمان دخل في المجال بتاع الدميه، بدأ يتثبت هو كمان. الله، الموضوع ما اختفاش. هنا كلين استغل الموضوع دوت وقعد يضرب عليه نار لحد ما موته. ولكن وهو لما افتكر ان الموضوع ده كمان خلص، فجأة قام المهرج قايم كمان مرة واحدة، وقام قايم هورناسيوس، وقام واقع على الأرض. قال: هورناسيوس تاني؟ ايه هورناسيوس ده؟ ولكن هنا الكل فاق وحاولوا ينقذوا بعضهم وخدوا المذكرة. هنا ليوناردو جه قال له: بالمناسبة انا كان ممكن انقذك من البداية،
ولكن اكتشفت بعد كده انك لسه تقدر انك توديه للمجال بتاع الدميه. عموما ما تشغلش بالك، في العالم دوت في ناس زينا كده فردين يقدروا يعملوا حاجات محدش فيه يقدر يعملها، زيك وزي كده يعني. قال له ايه ده نرجسي ده ولا ايه اللي يقوله ده؟ فهنا المفروض ان هم بيرجعوا المذكره ويودوها ان هي تتحلل، قفلوا عليها. قال له بص انا عارف ان الفضول عايزك تعرف دلوقتي، ولكن برضه الفرصان الاول المفروض ان هم يشوفوا دنيتها ايه وبعد كده نقدر نشوفها. قال له مفيش مشكله، انت كده كده قايل الموضوع ده قبل كده. قال له طيب ماشي، ولكن هنا قال له انت عملت شغل كويس، انت انقذتنا كلنا ومنعت كارثه، احنا غالبا يعني ممكن نلاقي لك شغل على طول، خصوصا انك احبطت النظام السري فانت هتبقى موظف كامل معانا. قال له بس في حاجه واحده ما قدرتش افهمها، لو هو فعلا انك تمتص قوه المذكره اللي كان بيجربه دوت حاجه خطره كده، ليه ما مشيش من تنجن اصلا؟ قال له يا عموما الناس يا عم اللي بياخدوا قوه زي كده بيبقوا مجانين، ما بيقدروش ياخدوا قرارات دايما صح، دايما يبقى عندهم غلطه كده. ولكن هنا هو معدي شاف الجثه بتاعه المهرج وبدا يحس بحاجه غريبه. قال له ما تقلقش، انت قتلته، كان لازم تقتله، لما كنتش موته كان هيحصل مصايب تانية كتير، انت كده انقذت الناس. قال له في الواقع في حاجه كمان، انا عارف فعلا التسلسل الثامن بالنسبه لي اللي عليه الدور هو ايه؟ قال له هو المهرج. هنا ممشي الباقيين وقال له خلاص اول ما دالي تبقى كويسه هرجعها لك انا كمان. اما الراجل قال له انت كلين صح؟ عملت شغل كويس النهارده، انت كل ده وانت من التسلسل 9 وقضيتها على الناس من التسلسل 7، عملت الانجاز ده ازاي؟ قام قال يا دي النيله، كده هتزنق ان انا لازم اجاوب. قام ليوناردو انقذه. قال له يعني لما المهرج حسب كل حاجه هو نسى ان هو يتحكم فيها كويس، فهو انا استغلت اللي هو كان بيعمله فانا قدرت اضربه بالنار، يعني مجرد حظ بالنسبه له. قال له اه طيب، ولكن بالمناسبه برضه يا كلين انت بالنسبه لي احسن عرف انا شفته. ولكن هنا وهو مش قادر يفكر قال له انت مالك يا كلين؟ تفكر في حاجه غريبه يعني. قال له مفيش باين انها تعبان بس. قال له خلاص روح ريح النهارده، انت عملت شغل كويس. ولكن هنا بينه وبين نفسه قال هو في ايه؟ هو الجرعه اللي انا خدتها كانت بتتهضم دلوقتي؟ هل في حاجه ساعدت ان هي تتهضم حالا يعني؟ في حاجه محفزه؟ عموما انا كده الجرعه الجايه هي المهرج، فانا المفروض افكر ان أنا اتقدم للتسلسل الجاي. ولكن برضه ايه اللي عم محمد اللي عمال يقولها حوالين هورنيسياس ده؟ ممكن اللي يكونوا بيدرسوا التاريخ عندهم درايه اكتر. طيب ممكن ازور الجامعه واشوف مدرسي القديم ممكن يقول ايه بخصوص الموضوع ده. قام رايح الجامعه قعد يكلموا على الموضوع ده. قال له هورنيسيوس. قال له اه بالظبط. ومدرسه اللي اسمه ايزيك قال له طب في عندك اي معلومات كمان؟ قال له يعني قبل الحادثه حققنا في مذكره كده المفروض ان هي تبع عائله اسمها انتيجينوس، وفي المذكره كان موجود فيها الاسم ده. قال له انتيجينوس. قال له كمان بالمناسبة كان ذكر في المذكرة إن فيها دولة الليل الأبدي اللي في سلاسل جبال هورنيسيوس. قال له الموضوع باين مش غريب عليا، ممكن أكون سمعت الاسم قبل كده ولكن حاسس إن هي مجرد كلمات متشابهة يعني ما عنديش علم بيها. قال له طيب بعد إذنك لو أنت افتكرت أي معلومة واقع في إيدك أي معلومة كلمني على طول. قال له طبعا مفيش مشكلة. قال له بقى مش هتعبك أكتر من كده ولكن عندي شوية شغل المفروض أخلصه برضه. قال له ماشي اتفضل. قال له قبل ما تمشي كده هو انت شغال، قلت لي ان انت شغال في متحف صح؟ اه انا شغال مع شركه امن. تمام ماشي، غير طبعا ان حضرتك عارف يعني لما كنت طالب وانا برضو بحب استكشف التاريخ. قال له كويس، موضوع كويس انك تحب تكتشف التاريخ ده، ولكن خلي بالك علشان انت في التاريخ ممكن تخش في مناطق محظوره متخبيه في الضلمه، بمجرد ما تخشها هيصيبك سوء الحظ. على كل حال خلي بالك من نفسك. الله باخد بالي من الكلام دوت، شكرا يا دكتور. ولكن هنا اول ما المدرس ده قعد مع نفسه قام قال انتيجينوس ودولة الليل الأبدي. فجأة الدنيا ضلمت على وشه، بدأ يبان الجانب المظلم وقام مطلع قوة غريبة كده لونها أحمر برضه، طلعت هيكل عظمي شكله مرعب كده. ولكن على كده بتنتهي الحلقة. بس ده كان عندي فيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وسلام.